فيديو النهارده عملت لكم فكره تحفه مش هتتخيلوها من اعاده تدوير علبه السلكات. بجد طلع شكلها تحفه وفخمه قوي في الاخر، ما خدتش مني وقت. شوفوا ازاي عملتها. في الاول كده الادوات اللي انا هستخدمها علبه سلكات فاضيه، وهستخدم دائره من الفوم قطرها 9 سنتي ودائره من الكرتون قطرها 9 سنتي، وهستخدم قطعتين فوم مقاس كل واحده 16 في نص سنتي، وهستخدم هنا كده قطعه فوم نصف دائره، وهستخدم هنا شريط ستان باللون الذهبي، وهستخدم هنا قطعتين من الفوم على شكل باب واسترس باللون الذهبي وفصوص للتزيين كمان، وهستخدم شمعة إلكترونية ممكن تستخدموا سلك إضاءة، وهستخدم كمان هنا خرزة لولي، وهستخدم هنا بقى لاصق السيليكون الشفاف. يلا بينا بقى نشوف الفكرة القمر بتاعتنا. الفكرة دي هبدأ كده ان انا استخدم القطر وهسخنه على النار، وهقطع هنا كده جزء مربع من تحت العلبة بالشكل ده عشان اقدر ان انا افتح واقفل الاضاءة بسهولة. بعدين ادخل الاضاءة فيها بالشكل ده كده وهثبتها بالسيليكون. بعدين بقى اقفل العلبة بالغطا بتاعها، وهستخدم قطعة الفوم اللي هي نصف دائرة وهعملها كده على شكل قبة عشان اثبتها فوق العلبة، وهزينها باسترس باللون الذهبي. بعدين استخدم قطعة كرتون هغلفها بالفوم، وهغلفها كمان من الاطراف عشان اداري سمك الكرتون. بعدين برضو هقطع بالقطر كده مربع من تحت عشان اقدر ان انا افتح واقفل الاضاءة، وهثبت عليها بقى العلبة. بعدين هثبت هنا كده قطعتين الفوم اللي على شكل باب دول في بعض، وهعمل هنا الباب كده مقبض بالاسترسات. احط الباب كده على العلبة، وازين هنا بقى القصر بتاعنا كده من تحت بالشريط ستان باللون الذهبي، وبعدين هقص الزيادات واحط هنا خرزة لولي، وثبت هنا فيونكة وزينت الفيونكة كده. طلعت بجد تحفة، انا مش قادرة اوصف لكم كمية الجمال والرقة اللي في الشكل النهائي. بجد طلع شكلها تحفة، طلع بجد كيوت قوي وبسيطة، فعلا ما خدتش مننا اي وقت. وده شكلها في النور اهو، طلعت احلى بكتير بجد بالاضاءة. تقدروا بقى تستخدموها كديكور او حتى ممكن تستخدموها كهدية، هتكون فكرتها حلوة قوي قوي. بجد شكلها تحفة. ما تنسوش بقى تكتبوا لي رأيكم في التعليقات، تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. ومع السلامة.